السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلطة الزبادي ديت هتفكرك بطعم لبن السلطة بتاع زمان، وطريقة إعدادها سهلة ومش هتاخد ثواني في إيدينا. تقدري تعمليها قبل الفطار بدقيقة، وهعمل في الفيديو الفراخ دي كمان. ندخل على مقادير سلطة الزبادي زي ما في الصورة: علبتين زبادي وشوية توم نص معلقة وملح وفلفل وزيت زيتون وشوية بابريكا. هخلي زيت الزيتون والبابريكا للاخر خالص عشان هزين بيهم. بس كده هنقلب كله على بعضه ما عدا زيت الزيتون والبابريكا هيبقوا على الوش، وهزين بقى بالبابريكا كده من فوق. وانتي طبعا ممكن تزيني احسن مني رشرشه كده، وهتدي المنظر الجميل ده. تنفع بقى مع المشويات، مع الاكل الخفيف، مع شويه رز صغيرين وشويه خضار شويه سلطه. طيب مشويات يعني ممكن فراخ كده مشويه بطريقه بسيطه برضو زي سلطه الزبادي دي، ممكن. يلا نخش عليها ازاي اتعمل. بعد ما نضفنا الفراخ البانيه هنجيب بصل ونضربه في الكبة كويس، قد بصلاية متوسطة لكل كيلو كده، او بصلاية صغيرة لكل كيلو، وملح وفلفل، مش اكتر من كده بقى، مش توابل بقى كتيرة بقى، زي ما تحبي، اللي حابة طعمه حطيه، بس هو الاساس ملح وفلفل وشوية بهارات. ده بيدي الطعم كله، مش محتاجين اكتر من كده. انتي عايزة شوية خل ماشي، عايزة شوية اي حاجة تاني حطي. خلاص بنتبل بقى ونسيب الفراخ في التتبيله قد ساعتين كده. وبعد ساعتين هنجهز بقى طاسه للتحمير. حبه صغيرين جدا، مش للتحمير، للشوي، حبه صغيرين جدا من الزيت يتمسحوا في الطاسه كده من فوق. هنستنى الطاسه تسخن وهننزل بالفراخ بتاعتنا عليها وهو النار عاليه. خلاص اول ما تحط الفراخ بتاعتنا على النار العاليه، هو دقيقه كده ونبتدي نوطي النار شويه نخليها متوسطه. طب ليه هنخلي النار متوسطة؟ عشان الفراخ تستوي مش تتحرق، يعني تكون استوت قبل ما تكون اتحرقت. هي اول ما بتستوي بتسيب الطاسة، فنروح قلبينها على الناحية التانية كده. ما استوتش قوي، انا لسه هقلبها على الوش ده برضو تاخد سوا تاني في الاخر. هي 10 دقايق وهتكون استوت على الوشين. هنقدمها بقى مع الرز بتاعنا، مع السلطة، مع سلطة الزبادي الجميلة جدا، مع شوية رز صغيرين. أكلة خفيفة وجميلة وسريعة. سلطة الزبادي دي ممكن يتقلب عليها شوية برضو شبت او شوية بقدونس، وممكن كمان نقطع شوية خيار كده ونحطهم عليها. وعشان ما ينزلوش ميتهم في الزبادي، ممكن بنرش عليهم ملح الاول ونعصر ميتهم في طبق سلطة ونحط الخيار.